كلنا بنعيش لوحدنا وبنموت لوحدنا، لكن انك تعيش طول حياتك لوحدك ده مش امر طبيعي، وده اللي نعرفه في قصة النهاردة مع ملك القرود. بس قبل ما نبدأ ملخصنا يلا ردد معايا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وتاني حاجة انزل اعمل لنا اشتراك ولايك علشان يوصلك كل جديد من ملخصاتنا. ويلا نبدأ. في عالم اللي بيكون بوذا فيه هو اللي بيرعى الكون كله، والخالدين موجودين في السماء، وملوك الجحيم بيدوروا في شؤون الكون، والشياطين اللي بيستخبوا في وسط العامة، والتنانين اللي بتحكم البحار. الحياة كانت ماشية متزنة لحد ما جه في يوم حاجة غريبة حصلت. في ليلة مظلمة حجر ضخم بيتكسر، واللي بيكون جواه قرد رضيع، لكنه مش زي باقي القرود. القرد ده تم منحه قدرات خاصة، زي مثلا الليزر اللي كان في عينيه، واللي كان بيه بيضايق اللورد جيد. اللورد جيد ده هو اللي بيكون صمم الكون، وكان زعيم كل الخالدين. جيد كان متضايق من تصرفات القرد، علشان كده قرر ان هو يعاقبه. لكن بوذا بيقول له لا، القرد ده اكيد اتخلق علشان مهمة خاصة، وان الكون اختاره لمهمة اكيد. القرد بيسافر بين الاراضي وبيشوف العائلات الخاصة بالقرود، وبيشوف القرود الصغيرة وهي بتحضن أهاليها. على طول بيجري القرد علشان يقلدهم ويعمل زيهم، لكن القرود الكبيرة بتعامله باحتقار وعلى طول بتطرده برا الجماعة. القرد المسكين بيحاول يدور على عيلة ليه، وبيحاول يساعد القرود الكبيرة، وبيقدم لهم الهدايا علشان يكسب رضاهم وينضم للعيلة بتاعتهم. لكن محدش بيهتم بيه ولا بيديله انتباه، لحد ما بيقابله قرد كبير، واللي بيقول له ان قيمته في الكون ده زي حسواية في ايد شخص محدش هيحس بيها، وان الخالدين هم الوحيدين اللي بيقدروا يعيشوا بدون قواعد. وعلى عكسه كل الانواع الموجودة على الارض بتتبع قواعد وبتتبعها بدقة. وهما بيتكلموا فجأة بيظهر شيطان ضخم، وعلى طول القرود كلها بتهرب علشان ينجوا بحياتهم. لكن القرد بيحاول محاربة الشيطان بنفسه، وبعد ما بيخلص بدل ما كان مستني الاعجاب بشجاعته، كل الموجودين بدأوا يكلموا عليه لانه اثار غضب الشيطان. لكن القرد المسكين ما بيستسلمش، وبيبدأ يتدرب بقوة اكبر علشان يواجه الشياطين، وبيضطر يقضي على طفولته كلها، وبيموت اي مشاعر طفولة جواه علشان يقدر يواجه العالم ويعدي الوقت والسنين بدون عيلة وبدون صديق. وبيكبر علشان يبقى قرد شجاع. في المرة التانية اللي الشيطان بيهاجم فيها، القرد بيبذل قوته كلها علشان يتغلب عليه، وبيدعو القرود التانية علشان تساعده علشان تقدر تدافع عن نفسها. لكن القرد الشيخ بيرجع له تاني وبيلقي عليه اللوم لانه بيجذب الشيطان ناحيتهم، وبعدها بيطلب منه ان هو ينقذ الطفل اللي الشيطان اخده. واحد من القرود الوفا بيقول ان القرد محتاج سلاح، وان هو يقدر يلاقيه تحت اعماق المحيطات. اول ما القرد بيسمع كده من غير ما يفكر على طول بينط في الميه، وبعد عوم طويل بيلاقي عصايه متوهجه، لكنها مش عصايه عاديه، وبتكون سلاح بيختار صاحبه بنفسه. بيظهر لنا الملك التنين اللي شايف ان هو اقوى واشرس متمرد، وان العصايه دي مستنياه هو. وقبل ما يتمكن من استدعاء العصايه لنفسه، القرد بيروح يتكلم مع العصايه وبيقنعها ان هي تبقى بتاعته. وفعلا العصايه بتستجيب ليه، وبعد ما بيحصل عليه على طول بيجري القرد علشان يروح يحارب الشيطان من تاني. وبنكتشف ان العصاية اقوى بكتير مما كان يعتقده القرد، وعلى طول بيقدر ان هو يساعد القرد طفل وينقذه، وبيدافع عن نفسه ضد الشيطان. القرد بيبدأ يرتجل مع العصاية، وعلى طول بيتكيفوا مع بعض، وفي لحظات القرد بيقدر يطيح بالشيطان وبيرجع الطفل للقبيلة. القبيلة كلها بدأت تمجده لدرجة ان هم بدأوا يعبدوه. ملك القرود بدأ يحس بالرضا، لكن القرد الشيخ مش عاجبه الوضع، ولسه بيوصفه بانه قرد عديم الفائدة، وعلى طول بيقول له ان انت لازم تقضي على مجموعة شياطين ما يقلش عددها عن 100 شيطان علشان الخالدون يقدروا يلاحظوه. على طول القرد بيوافق وبيقبل التحدي، وبينطلق في رحلة علشان يحارب 100 شيطان. وخلال ايام قليلة قدر يهزم 99 شيطان، ودخل قرية صغيرة علشان يدور على الشيطان رقم 100. بيروح يدخل محل وبيحيي القرويين اللي فيه، وبيقدم نفسه على انه الملك القرد، لكن مفيش حد مهتم بيه. بعدها بتوصل بنت صغيرة واللي بيكون اسمها لين، واللي بتدخل تعرف الناس عليه، وبتقول لهم ان القرد ده بطل ما بيتهزمش، وبتتفاخر بيه كأنها عارفاه، وبتعترف ان هي من اكبر المعجبين بيه. على طول القرويين بيقرروا يستخدموه كطعم للشيطان، وبيوعدوه ان هم هيدوله اي حاجة هو عايزها، ده في حالة ان هو قدر ينقذ القرية بتاعتهم. على طول القرد الساذج بيطلب منهم ان هم يقوموا بعض الاحتفالات وبعض الالعاب النارية. بعد ما بينفذوا اتفاقهم معاه، على طول بيروح علشان يواجه الشيطان اللي بيجي متنكر في لبس بنت صغيرة لطيفة. على طول القرد بيستخدم العصاية بتاعته وبيطير بيها، وبياخد معاه الشيطان علشان يحاربوا في السماء. لكن الحرب بتاعتهم ادت لاندلاع مجموعة من النيران اللي بدأت تحرق في البيوت بتاعت القرويين، والقرويين على طول
بيبدأوا يبذلوا جهدهم علشان يطفوا النار دي، لكنهم للأسف بيفشلوا في ده. وفي النهاية القرد بيقدر يقضي على الشيطان، لكنه للأسف دمر القرية كلها. وبعد نهاية المعركة وزي ما الكرويين وعدوه عملوا له حفلة احتفال. القرد طبعا كان مستنين الخالدون يلاحظوه لأنه هزم 100 شيطان، لكن مفيش أي حاجة حصلت في البداية. بس بعدها بدأ رعد ينزل على الأرض، لكن الرعد ده ما كانش من الخالدون، ده كان من ملك التنانين اللي راح لمونكي علشان يحصل على العصاية. بتيجي لان ولا بتعرض مساعدتها على مونكي، لكنه بيفضل ان هو يعمل لوحده. وهما بيكلموا في الوقت اللي القرد بيكلم مع ملك التنانين، العبيد المخلصين لملك التنانين بيتسحبوا من ورا مونكي وبيسرقوا العصاية وبيهربوا بيها. على طول مونكي بيجري وراهم وبتبدأ مطاردة ما بينهم لحد ما العصاية بتترمى بعيد وبتنجرف لأسفل الهاوية، ولسه العصاية هتقع ومونكي بدأ يحس ان هو يخسرها. على طول لين بتروح وبتمسكها وبتنقذ العصاية وبترجعها لمونكي، وبرغم ان هي بتبذل جهدها معاه علشان تفضل معاه، لكن مونكي ما كانش عايز مساعدتها، لدرجة ان هو وصفها زي ما الشيخ القرد كان بيوصفه انها حسواية عديمة الفائدة. مونكي ده صبره وما عادش قادر يستنى لحد ما الخلدون يلاحظوه، علشان كده قرر ان هو يدور على طريقة تانية اللي توصله للخلود. على طول العصاية بتكلمه وبتقترح عليه ان هو يروح لعالم الاموات ويروح يشيل اسمه من هناك علشان ما يموتش، وبكده هيفضل خالد. على طول مونكي بيوافق وبيبدأ يدور على اي مقبرة علشان يقدر من خلالها يدخل للعالم السفلي، لكنه ما بيعرفش يقرا. وقتها بيظهر دور لين اللي بتساعده ان هو يتبع اللافتة الصحيحة. ساعتها مونكي بدأ يلاحظ ان هي مفيدة ولو بنسبة قليلة، لحد ما بيوصل للمدخل وبيفتح البوابة بالعصاية بتاعته وبيدخلوا بيوصلوا للجحيم، وبيلاحظوا وجود ارواح موتى كتير واقفين في طوابير. بيعدي من وسطهم وبيروح لملك الشياطين اللي بيطلب منه ان هو يسمح له بالدخول، لكنه على طول بيترفض. على طول بيفكر في طريقة تانية. على طول مونكي بيصرخ وبيقول للارواح ان لين دي بشرية وانها مش روح ميتة. ساعتها بيحصل دربكة وكل الناس بيتشتت انتباهها علشان يقدر يدخل، لكن من حسن حظها ان هي اختلقت قصة عن وفاتها، ولحسن الحظ برضه ان تم قبولها ان هي تدخل الجحيم. على طول بتروح ورا مونكي وبتبدا تزعق فيه، انت ازاي استغلتني كده؟ القرد طبعا مش فارق معاه اي حاجه، بيكملوا مسيرتهم مع بعض. وعلى طول بيأمر لين ان هي تدور على اللفيفه اللي مكتوب فيها اسمه واللي مسؤول عن حياته وموته. على طول بيجي ملك الشياطين واللي بيبدا يهاجم القرد. في الوقت ده لين بتلاقي اللفيفه وبتقدر ان هي تشطب على اسمه. على طول مونكي بيفرح ان هو بقى شخص خالد، لدرجه ان هو وصل للورد جيد، لكنه للاسف ما وصلش غير لنص الخلود بس، وعلشان يوصل للخلود الكامل لازم يقرا كتاب الحياة الأبدية. ولحسن الحظ بتاعه الكتاب ده كان موجود في مكان قريب. على طول لين بتاخده وبتحاول تهرب من الجحيم مع القرد، وبعد ما بيوصلوا لمكان آمن مونكي بيأمرها إنها تقرا الكتاب وتدور على الحل في أقرب وقت، لكنها بتطلب بعض الوقت علشان تقدر تركز. على طول بيسيبها وبيمشي. في الوقت ده لين بتاخد فرصة علشان تقدر تتواصل مع الدراجون كينج، وبنكتشف إن هي كانت بتخدع مونكي. وبنرجع فلاش باك من كام يوم فاتوا. لين كانت قاعدة في المعبد وبتصلي للخالدين علشان المطر يهطل على القرية بتاعتها واللي كانت بتعاني من الجفاف، والقرية كلها قربت تموت من الجوع. وفجأة لاحظت الملك التنين اللي كان معدي من هناك وهو بيدور على مونكي. على طول لين بتروح له وبتنزل عند رجليه وبتتوسل ليه ان هو يحقق لها رغبتها، واللي بتوعده ان هي تنفذ له اي حاجة في مقابل ان هو ينزل المطر على قريتها. على طول بيشيلها بايديه وبيأمرها ان هي تتبع مونكي وتخدعه علشان يقدر يحصل على عصاية. على طول لين بتوافق علشان خاطر نفسها وخاطر قريتها. بنرجع تاني والملك التنين بيطلب منها ان هي تحضر مونكي المكان هيكون هو ناصب فخ فيه علشان يقدروا يسرقوا العصاية منه. بعدها بشوية مونكي بيروح لها. على طول بتقول له ان في شجرة خوخ واللي بياكل منها بتمنحه الخلود. على طول مونكي بيشيلها على كتفه وبيبدا يطير بيها ويتنقل ما بين شجرة والتانية، وبسبب سرعته العالية ما قدرتش يتمسك فيه وعلى طول بتقع من على كتفه. لكن لو حسن حظها بتقدر تتعلق في شجرة، لكنها مش قادرة تمسك فيها مدة طويلة وبتندم على قراراتها كلها وبتكون مستنية وفاتها. لما بيقف مونكي بياخد باله ان هي مش على كتفه وبيبدا ينزل يدور عليها. كانت خلاص ما عادتش قادرة ولسه بتقع، وهو بيدور عليها بتقع ما بين ايديه. في الوقت ده بنروح للملك التنين اللي كان مخلي العبيد بتوعه يتنكروا على شكل نحل وانهم يغروا مونكي علشان ياكل من الخوخ السام اللي هيخليه ينام نوم عميق. واللي بمجرد ما بيوصل مونكي هناك بيبداوا يعرضوا عليه ان هو ياكل من الخوخ. مونكي شايف ان الوضع مريب وعلى طول بيطلب منهم ان هم ياكلوه معاه. الاتنين بداوا
بيدوخوا بعد ما اكلوا وبداوا يقولوا كلام غريب. على طول الملك التنين بيروح علشان يسرق العصايه، لكن القرد بياخد خوخ وبيحطه في بقه. على طول بيبدا يتصرف بشكل غريب وبيدوخ وبيقع في الميه. القرد بدا يتعصب وبدا يقول كلام غريب، لكنه في النهايه بيقبل ان لين تبقى المساعده بتاعته، وبدا يطلق عليها ان هي واحده من العيله بتاعته. لين بتتاثر بالكلام ده وبدات تحس بالذنب في نفس الوقت. بعدها مانكي بيفقد الوعي. لين شافت ان دي فرصه كويسه علشان تقدر تكمل مهمتها وتسرق العصايه، لكن مانكي كان ماسك فيها بقوه. وقبل ما تتمكن من فعل ده على طول مانكي بيصحى مره تانية، وعلى طول بيتعصب عليها وبيرفض ان هي تكون من العيله بتاعته، وبيطلب منها ان هي تسيبه. لين بتحس بالاحباط وعلى طول بتقول له انت مش ملك القرود ولا حاجه، انت المفروض يلقبوك بالوحش الاناني المغرور بنفسه اللي في النهايه هيفضل عايش لوحده. القرد بيبدا يزعل، لكن فجاه كتاب الحياه الابديه بيلفت انتباهه لما بيكون على الغلاف بتاعه صوره لشخصيه اسمها وانج مو، واللي بيقول لها ان هي ممكن يكون عندها المكونات اللازمه لصنع جرعه الخلود. وبعدها على طول مانكي بيتصالح مع لين وعلى طول بيطير للسماء. على طول بيروح للقصر بتاع وانج مو وبيبدا يدور على المكونات الصحيحه. القرد بيلاقي جرعه قدامه، وطبعا فضوله بيخليه ان هو يشربها، وفجاه بيتحول لطفل وبدا يحصل له حاجات غريبه لدرجه ان هو دمر نص المختبر. كانت فرصه كويسه لين ان هي تهرب بالعصايه، لكنها حست بالشفقه على القرد الصغير وعلى طول بتخرجه وبتحضنه. القرد حس بشعور غريب، شعور كان مستنيه من هو صغير وعمره ما حس بيه. الوحدة اللي عاش فيها طول حياته والرفض اللي كان بيلاقيه من كل القرود خلاه أناني وغير حساس بأي مشاعر. لكن لين مش قادرة تفضل قاعدة لفترة طويلة ولازم تنقذ القرية بتاعتها. على طول بتسيبه وبتاخد العصاية علشان تمشي، لكن فجأة القرد بيرجع لطبيعته، فبتضطر إن هي ترجع تاني وتساعد مونكي في تحضير الجرعة. لكن في الوقت ده بتوصل وانج مو واللي بتقاطعهم، وعلى طول بتغضب لأنها شافت المختبر بتاعها متدمر وبقى في حالة فوضى. على طول بتبدأ تهاجمهم، لكن القرد بيدافع عن نفسه. في الوقت ده لين بتستمر في تحضير الجرعة وعلى طول بتديها للقرد، لكن قبل ما يتمكن ان هو يشربها وانج مو بتلقي تعويذة وبتكسر الوعاء وبتقدر تقبض على القرد. على طول مانكي بيقول لين ان هي تهرب بالعصاية. لين بتسيب القصر وبتهرب، لكنها مش قادرة تسيب صديقها الوحيد علشان يموت. على طول بترجع له مرة تانية وبتطلب من مانكي ان هو يلحس المتبقي من جرعة الخلود على العصاية. على طول القوة بترجع لمانكي وبيبقى ضخم، وعلى طول عينه بتتحول للأحمر وبيهيج وبيبقى عايز يواجه كل الخالدين. لين بتحاول تهديه لكنه ما بيسمعش لأي حد. على طول لين بتاخد حباية بتساعدها ان هي تنتقل لمكان تاني وبتبدأ تقع من ارتفاع عالي. على طول مانكي بيسيب المعركة بتاعته وبيروح وراها علشان ينقذها. لين بتقول له انت بقيت بتهتم بيا والا ما كنتش جيت ورايا، لكنه ما بيحبش يعترف بده وبيقرر ان هو يكمل في الطريق بتاعه علشان يوصل لهدفه. دلوقتي بعد ما بقى خالد ما عادش فيه اي حدود ليه، وبقى عنده طموحات كتير، وبقى شايف ان مفيش اي حاجة تقدر تشبع رغباته. بس بعدها بشوية بدأ يسأل نفسه هل الخلود حاجة كويسة؟ على طول لين بتقول له انه لازم يدور على سعادته، واللي بتكون متمثلة في مساعدة الاخرين او مساعدة قريتها مثلا. مانكي بيرد عليها بيقول لها ان الامر ده سهل جدا وان هو اتولد علشان يعمل حاجات اكبر من كده. لين بتحس بخيبة الامل ان هي مش قادرة تساعد القرية بتاعتها. بنرجع الفلاش باك وهي كان معاها اللفيفة بتاعت مانكي، واللي بالصدفة برضه لقت لفيفة الحياة بتاعتها واللي مكتوب فيها ان هي عايزة تعمل فرق في المجتمع بتاعها، لكنها ماتت زيها زي عامة الناس. مانكي مش فاهم وجهة نظرها وبينصحها ان هي تكون انانية زيه، وان هي لو عايزة اي حاجة لازم تاخدها بدل ما تطلبها. وقتها بتوافق على كلامه وبتقرر ان هي تواصل مهمتها في ان هي تسرق العصاية. بعدها بتعرض اقتراح على القرد ان هو يفضل في المية لأطول فترة، وفي الوقت ده هتكون هي خدت العصاية وتديها للملك التنين. لما بيرجع مانكي بيكتشف ان هي سرقت العصاية. على طول بيغضب جدا، لكن لين بتبرر ليه وبتقول له ان هي عملت ده علشان قريتها لان القرد رفض ان هو يساعدها. على طول بتوصل رسالة من الملك التنين واللي بيقول لها ان هو حصل خلاص على العصاية، لكنه مش هينزل المطر على قريتها، لكن بدل من ده هيدمر العالم كله بالقوة بتاعته. لين بتندم على قراراتها وبتعرض مساعدتها على مانكي انهم يرجعوا العصاية، لكن القرد خلاص ما عادش واثق فيها. في الوقت ده الملك التنين بيحصل على كل القوى السحرية اللي موجودة في العصاية وبيتحول لوحش ضخم، وكان لسه على وشك ان هو يغرق القرية كلها، لكن
لكن القرد بيعترض طريقه وعلى طول بتبدأ الحرب ما بينهم. لكن مونكي ما عادش قوي لأنه طبعا فقد العصاية بتاعته. لين بتقترح على الملك التنين إن مونكي بقى ضعيف وبتقول له استخدم البرق عليه علشان يهاجمه. على طول بيبدأ يضربه بالبرق، لكن ده بيخلي مونكي أقوى وبيستعيد العصاية بتاعته وبيقدر يهزم الملك التنين. لكن القوة سيطرت على عقله وبدأ يدمر كل حاجة. فجأة بيظهر بودا اللي بيقرر معاقبة القرد، لكن لين بتقف قصاده واللي بتبرر له إن مونكي عاش طول حياته وحيد وإن هو كان محتاج الحب. على طول بودا بيحط لين جواه وبيكلفه بمهمة إن هي تسيطر على مونكي. بعدها لين بتتحدى مونكي إن هو يقدر يتحمل القبضة بتاعت كف بودا. على طول القرد بيطير لفوق وبيكون مفكر إن هو وصل لحافة الكون، لكنه في الحقيقة ما سابش الكف بتاع بودا أصلا. وعلشان يساعد مونكي في تعلم، بودا قرر إن هو يرسله على طريق التأمل والتأمل الذاتي، ولما يجرب إحساس عدم امتلاك أي حاجة ساعتها بس هيدرك قيمة امتلاك كل حاجة. ودلوقتي لفيفة الحياة بتاعت القرد بقت فاضية وهو اللي هيكتبها بنفسه. لين كان صعبان عليها مونكي ومش عايزاه يبعد عنها، لكن بودا بيقول لها إن هو أكيد هيرجع لما العالم يحتاجه. بعدها بودا بينزل لين للأرض مرة تانية. بعد ما بتنزل الناس بيشوفوا المنظر ده وبيشوفوا المعجزة اللي حصلت وبدأوا كلهم يحترموها. في الوقت ده مونكي كان محجوز في كهف حجري. لين بتروح له وبتديله العصاية السحرية بتاعته وبتتمنى ليه الحظ السعيد في التحدي اللي جاي. بعدها بتعدي 500 سنة وأخيرا بيجي الوقت اللي اتولد فيه بشر بيكونوا محتاجين قوة الملك القرد، وعلى طول بيفكوا الختم اللي على الكهف وبيطلبوا منه إن هو ينقذهم من هجوم الشيطان. على طول مونكي بيمسك العصاية بتاعته وبيبدأ يستعد علشان يروح يهزم العدو. وبكده يكون خلص ملخصنا. يا رب الملخص يكون عجبكم. ما تنسوش تدعمونا باشتراك ولايك علشان يوصلكم كل جديد من ملخصاتنا، ونشوفكم في ملخص جديد. سلام.